هاتي كوبايتين دقيق وتعالي نعمل مع بعض الكوكيز بطريقه سهله وبسيطه، وكل مكوناته عندك في البيت، وهيطلع معاكي كميه اللهم بارك احلى من محلات كتير. وكمان النهارده هقولك ازاي الكوكيز يطلع معاكي من جوه ناعم ودايب كده، من بره مقرمش، طعمه خطير. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد. نبدا ونسمي الله. اول حاجه معايا في المقادير بتاعتي كوبايه زبده، وممكن تستبدليها بكوبايه سمنه، بس حطيها في التلاجة شويه تجمد. هنزل عليهم بكوبايه سكر بودر. انا هنا هستخدم المضرب الكهربائي، لو ما عندكيش مضرب كهرباء ما تصعبيش حاجه على نفسك، ممكن تستخدمي المضرب العادي اليدوي. علشان توصلي للقوام الكريمي ده واللون يفتح معاكي بسرعه، لازم تحطي السمنه بتاعتك او الزبده في التلاجة شويه، هتسهل معاكي اللي انت توصلي للقوام ده بسرعه. بس لونها بيفتحها والقوام بتاعها بيبقى كريمي شويه. اول ما توصلي للمرحله ديت اللي القوام بتاعك بقى كريمي واللون بتاعك بقى ابيض، هتنزلي عليهم ببيضتين بدرجه حراره المطبخ وكيسين فانيليا. هرجع اضرب تاني. انا كده اتاكدت ان البيض بتاعي اختلط كويس قوي مع الزبده والسكر. هنزل عليهم ب3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدام، بس لازم هنخله عشان ادخل الهواء فيه. هنزل بمعلقه كبيره نشا، عشان النشا ده بيخلي الكوكيز ناعم ودايب معاكي من جوه. كمان هحط معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تزوديش البيكنج باودر عشان البيكنج باودر بيخلي الكوكيزايه معاكي تفرش. ذره ملح. بالسباتيلا بقى او بالمعلقه هفضل ان انا كده اقلب الدقيق. هو مش محتاج عجن، يا دوبك بس بالمعلقه كده او بالسباتيلا. انا كده لميت العجينه بتاعتي، بس العجينه بتاعتي سايبه او سايله، محتاجه دقيق، بس احنا مش هنحط دقيق. تعالي نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى بوله تانية وهقسم كميه العجينه بتاعتي. هنزل بمعلقتين كاكاو. انا هنا مستخدمه الكاكاو الاسباني عشان انا عايزه اعمل حبه بالشوكليت وحبه ابيض، فما زودتش دقيق، علشان لو انت زودتي دقيق ورجعتي تزودي عليها كاكاو العجينه هتنشف معاكي. قلبي كويس قوي كده العجينه بتاعتي لمت. نجيب بقى كميه العجينه البيضه اللي احنا سبناها وننزل عليها بمعلقتين دقيق تدريجيا لغايه ما العجينه بتاعتك تلم كده، وتسيبي البوله بتاعتك تنضف، تعرفي ان انت مش هتضيفي دقيق تاني. كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، فما تنزليش بمعلقتين الدقيق مره واحده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هدهنها دهنه زيت محترمه عشان الكوكيز بتاعك ما يلزقش. انا هنا جايبه من عند العطار شوكليت شيبس اللي احنا بنزين بيها الكوكيز. هبدا ان انا امسك قطعه العجين، هعملها صغيره قوي علشان هي بتفرش معاكي. حاولي تصغريها قوي عشان لما تفرش معاكي تاخد الحجم المتوسط اللي انت حباه. هكورها وبعد كده انزل بيها في الشوكليت شيبس، واحاول ان انا اشيل اي زيادات عليها. انا هخلي صاج او صينيه بالكوكيز الابيض وصينيه بالكوكيز الشوكليت، علشان كل صينيه بتاخد تسويه لوحدها. برضو هكور حته العجينه وبططها بصوابعي كده جوه الشوكليت شيبس، واحاول اشيل اي زيادات. وانا شغاله انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. خلص بقى كل الكميه اللي معايا. انا كده خلصت كل الكميه اللي معايا، وهبدا بقى ان انا ادخلهم الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، وممكن اخر 5 دقايق اشغل لهم الشوايه ياخدوا لون بسيط. طعمه خطير وطعمه احلى كتير من المحلات، ويطلع كميه اللهم بارك، وكل مكوناته عندك في البيت. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.